تحليلي الأستاذ هشام الخلصي، واحد من مقدمي الاستوديوهات التحليلية الخبراء بكل تأكيد في الطاولة التحليلية. حارس المرمى للعربي سابقا أحمد جاسم، المدرب الوطني عبد العزيز حمادة. من هنا مشاهدي وعشاق الكرة الكويتية، هنا دوري زين الكويتي، أينما كنتم من القلب مليون تحية ومن اليد مصافحة وفية. مني لكم محمد غازي صدقة في الجولة الخامسة باستاد جابر الدولي. الملعب ثيام بسبب وعكة صحية قبل المباراة. استحدث البديل السريع اللي هو سلمان العوضي. في حراسة المرمى سليمان عبد الغفور. في خط الظهر ثلاثي مكون حسن حمدان، سفيان بوشار، جمعة عبود. وكذلك أيضا في خط المنتصف خماسي حمد القلاف، بدر طارق، عبد الرحمن الظفيري، وليد صبار، ضاحي الشمري. حسن حمدان بالكعب بالمنتصف يلم كرة، وليد صبار المغربي اللي ينقل كرة أمامية عالية سريعة عند ضاحي محاولة من جديد، ولكن أخيرا في يد حارس المرمى أحمد عادي. هو وحمزة خابة كان خروجه من الرجاء إثر مطالبة بمستحقات مالية. هنا كرة ملعوبة ولكن أخيرا طالت لخارج أرضية الملعب من عند قلب الخطأ. شوف الغلطات هنا. في نقلة لليمين لمصلحة عبد المحسن العجمي، يلعب تصويبه ولكن أخيرا إلى خارج أرضية الملعب من ناحية العجمي اللي نفذ له كرة عند عبد الرحمن الحنشي التونسي اللي حاول إنه يمر وصوب كرة باليمين ولكن أخيرا لخارج أرضية الملعب. شوف النقلة وهنا الأخطاء الدفاعية التي قد ينجم عنها هدف في لمح البصر. شوف لعب الباص في غير مكانه ومش بالمقاس، وبالتالي مرت الكرة وعدت بسلام حتى هذه اللحظة. العربي ضغط. شوف 3 لاعبين في خط المقدمة بالنسبة للفحيحين. هنا بالراس الآن مقطوعة ملعوبة عالية، تحرك عند حمزة خابة المغربي الذي ولد في المحمدية المغربية. هنا تصويبه خابة إلى ناحية أحمد عادي. هذه أول كرة خطرة للعربي على مرمى أحمد عادي. شوف خابة هداف، لاعب متمكن، يجيد التصويب من بعيد، يجيد عملية المرور والمراوغة، سريع، يلعب. حمزة خابة إلى ضاحي الشمري، يلعب كرة لليمين جمعة عبود للمنتصف من جديد عند بدر طارق. بدر للخلف سريعة، حسن حمدان ينقلها عند جمعة عبود. تحركات يمين ويسار عند حمد القلاف اللي في اليسار. الآن حمد يحاول يمر على اليسار، محاولة مرور عربوية ولكن التغطية الآن لخارج أرضية. شاب متحرك، شاب يقدم نفسه بشكل قوي على خط المقدمة. هنا الكرة في اللقطة الماضية واللي مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. أقول لك حمزة خابة الكرة 0-0 أم تكون هذه الكرة لقطة الختام لشوط المباراة الأول. كرة ملعوبة عالية داخل منطقة، مرت بسلام لخارج أرضية الملعب. معها سيداتي أنساتي سادتي مشاهدي الشاشة في كل مكان، مشاهدي الكرة الكويتية دوري زين الكويتي، نحن معكم في شوط المباراة الأول. التعادل بين الفريقين 0 لكلا الجانبين. شوط المباراة الثاني نتمنى أن يرتقي المستوى لمستوى أفضل على مستوى الشوط الثاني في الأداء والنتيجة، ولكن حديث المدربين في غرفة تبديل الملابس. أما عن الطاولة التحليلية مع هشام الخلصي، وفي أرضية الملعب فواز، ولكن هشام على المستديرة الطاولة لديه الكثير برفقة أيضا الكباتنة أحمد جاسم وعبد العزيز حمادة. على الطاولة التحليلية لديهم تفسيرات لما دار في 45 دقيقة الماضية. نبدأ الصافرة. سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت يوم سلاما. إنها غزة أرض العزة مهما طال الحصار، حتى لو قطعوا الماء والكهرباء، حتى لو امتلأت شوارع غزة بالشهداء، ستقاوم مهما مرت السنوات. سوف تبقى غزة. حيحيل
تقدم شامل وكامل للعرباوية، يريدون الثلاثة نقاط في شوط مباراة ثانية يترقبها كل الجماهير. تصويبة في حائط الصد، تعود لليسار، سلمان كرة ملعوبة، يلعب كرة في يد حارس المرمى، فيها اوفسايد، فيها اوفسايد. شوف سلمان، شوف سلمان. خلني اقول لك شغله، العرباوية ما راح يسامحونك في مثل هالكرات لو ما كانت اوفسايد، صدقني ما كانوا راح يسامحونك عليها. كرة اللعبة سهلة يا سلمان في يد حارس. نتيجة بكل تأكيد لا ترضي العرباوية. الفحيحيل وكتابة التاريخ في هذه المباريات. هنا كرة ملعوبة، الله الله على كرة كاد. والبطولات التي يحرزها في فترة تواجده مع أي فريق. هنا تبديل مشاري الكندري ودخول ناصر البلوشي أيضا. ملعوبة، حمزة خابة الآن غير تيشيرته ودخل، واللعبة عرضية، حمزة يلعب كرة، الله 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 الله. شوف 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 والله بدأ الشوط الثاني كلام ثاني. شوف 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 أخذ له كرة باليسار، لعب له كرة، ولكن هناك أيضا مركز فيها حارس المرمى. كرة ملعوبة، جول، كرة ملعوبة، جول 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 عرباوي. القلعة لم تهدم بعد، القلعة لم تهدم بعد. القلعة الخضراء خاب يشيد جدارها من جديد ويسجل هدف بلمسة أعاد فيها العربي ليعيد الضغط على الكويت في الصدارة. حمزة والعرباوية عيونهم على الصدارة. شوف شوف اللعبة، شوف اللعبة، شوف اللعبة، عملية مرور. قلت لك اللمسة باليمين، خاب ما خيب ظنونهم. واللعبة كانت من مين؟ اللعبة كانت من بدر. طارق لعب له كورة باليسار، ولكن حمزة خابه غيرها باليسار وغير المسار. لعبها باليمين وغير المسار. 1-0 العربي يغير سيناريو المباراة. شوف المباراة تغيرت الحين. إذا ما خرج بظروف الإصابة وعبد المحسن العجمي على أدائهم في شوط المباراة الأول، وكذلك أيضا مع مطلع شوط المباراة الثاني، لكن فراس أدرى، فراس الخطيب يعرف فريقه. خروجهم كان مؤثر جدا. شفنا عملية الفعالية كانت ما هي بنفس الطريقة اللي في شوط المباراة الأول. ملعوبة عند لويس، هنا فيها تصويب، عملية مرور، تعمق داخل المنطقة، يلعب عرضية، ولكن أخيرا في يد حارس المرمى سليمان عبد الغفور بثبات. واحدة ما تصفق، يد واحدة ما تصفق. كرة ملعوبة أمامية عند خابة يحاول يحصلها كرة. الكوت ديفواري يحاول يغطي لها كرة إلى خارج أرضية الملعب، رمية جانبية لمصلحة العرب. ترى دوريات خليجية تراقب بعض يبحث عن سلمان العوضي. ملعوبة، الله الله الله، جول عرباوي، جول عرباوي. القلعة لم تهدم بعد، شيدوا جدرانها من جديد. القلعة العرباوية شيدوا جدرانها من جديد. ما خاب من استشار خابه، ما خاب من استشار خابه، ما خاب من يستشير حمزة خابه. شوف 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 شوف, شوف. اللعبة بندر خابه باليمين مرتين وكلها من مين؟ كلها من مين؟ شوف الاختراق، سلمان العوضي. سلمان اخترق، لعب كرة عرضية، بندر السلامة حاول في الكرة ولكن خابه
عند الباب وعند الجول ما يتفاهم. الكورة تحبه، الكورة تحبه، الكورة تحبه، هداف والكورة تحبه. كل القلوب تنتفض من أجل غزة. في الكويت صوت، في كل مكان صوت، العرب بصوت واحد كلهم غزة. عالية من اليمين عند بندر السلامة في المنطقة الخلفية، تعود إلى ناحية عيسى وليد. عيسى يحاول يمر، ياخذ له كرة في اليسار، حمزة خابة يمرر، يلعب على الرواق الأيمن. محاولة من جديد الآن، عملية مرور عند سلمان العوضي اللي تغير في شوط المباراة الثاني، معها كرة إلى خارج أرضية الملعب. 8 دقائق على لوحة. لو قفل على مستوى أرضية الميدان كان ريح نفسه كثير في مستوى المباراة. كرة منقولة أمامية، انطلاقة لمصلحة الفحيحيل على اليمين، يحاول يحصل له كرة من جديد، محاولة مرور، هذه كرة لمصلحة الفحيحيل، أرضية. الله الله الله، جول لمصلحة الفحيحيل للأشاوس، حتى وإن لم يكن تعادل، ولكنه في وقت أعتقد بأنه صعب التعويض فيه. يقلص الفارق هنا في اللقطة الماضية، في لقطة كانت غير متوقعة لمصلحة الفحيحيل. ماجد العنزي اللاعب اللي تحرك واللي تحرر في منتصف أرضية الميدان بتمريرة من عبد الرحمن الحنشي. شوف التونسي، شوف لعب له كرة باص، ولكن في الزاوية الغير متوقعة لسليمان عبد الغفور، لعب له كرة في الأرض. الأشاوس يقلصون الفارق من أمام القلعة الخضراء. دقيقتين ستكون مشتعلة. عاد تخيل الجول هذا لو جاك بتعادل وما كان العربي مسجل له جول من خابة ومش متقدم. عاد خذ لك مباراتين بنفس الرتم وفي ثوانيها الأخيرة بنفس سيناريو مباراة الكويت مع خيطان. لعب الكرة معها سيداتي آنساتي سادتي مشاهدي الشاشة في كل مكان في هذه الليلة.